الاتحاد او عفوا الاطار الوطني عبد الرحيم الطالب الذي اخذ مكان الاسعد جرداء الشابي الذي لم تحالفه النتائج، خصوصا وان الدفاع الحسن الجديدي خسر كذلك ذهاب واياب مع فريق الوداد على المستوى الدوري الاحترافي. كنقول ان الجمهور كبير يحضر لمتابعه هذا اللقاء، جماهير الدفاع الحسني الجديدي وكذلك جماهير فريق الوداد الرياضي البيضاوي كذلك الحاضره بقوه في هذه المواجهه اللي نتمنوا ان المباراه تخرج يعني بصوره جميله، صوره مثاليه، بروح رياضيه كبيره بين فريقين اللي عندهم طموح مشترك من اجل الوصول للدور النصف النهائي. الوداد يدخل المواجهه بمعنويات مرتفعه بعد ضمان الحضور للمره الثانيه على التوالي والسادسه في تاريخه للمباراه النهائيه لدوري ابطال افريقيا، كما انه يصارع للاحتفاظ بلقب الدوري على بعد نقطه واحده من فريق الجيش الملكي، ويسعى كذلك ونظيرة المنتمية لأقسام السفلى والهواة الدودي. هي مباراة فاصلة وحاسمة، مباراة الكأس. اللاعب الكونغولي هشام بوسفيان داخل منطقة الجزاء وإبعاد انطلاقة أيوب عبلود على مستوى الجهة اليمنى. أيوب العبلود هناك كذلك فرح وصلت الكرة لكريستيان نصوندي، تسديدة فرصة ممتازة. الكونغولي كريستيان نصوندي يسدد بقوة وتدخل الحارس يوسف مطيع. أول فرصة، أول تهديد بالنسبة لفريق المحاولة لعبة الكرة أرضية. فرصة دائما عبد الله فرح شو دائما كيلعب الكرة في الدورة 23 1-0 فيما الجولة المنشودة. بالتالي النتائج دائما كتبقى نتائج مهمه بالنسبه للكره المغربيه. ايمن الحسوني جل الدولي لعبت الكره، فرصه بالراس امام ثلاثه ديال اللاعبين ديال فريق الوداد بنفس المكان من الجهه اليمنى. رفعت الكره الراسيه مشات طويله وخروج لاعبين ديال فريق الوداد في هذا الحماس. حسني الجديدي ترفعت الكره داخل منطقه الجزاء، الدرعي بالراس تدخل وابعاد الكره دائما الخطوره. عبد الله فرح ترفع الكره داخل منطقه الجزاء وابعاد الكره بطرف العميد يحيى جبران والحكم السعودي تابعوا المحاوله وائل في ترفع الكره، تدخل جبهه الكره الثابته، لعبت الكره داخل منطقه الجزاء البحث على الراسيه، تدخل الحكم كيبدا خطا بالفعل، خطا لفائده فريق الوداد. لعبت الكره من اسامه سوك لعيب المفتول حمزه الدرعي، فرصه خطيره، فرصه عبد الله فرح لم يتمكن من تسديد المرمى بعد تدخل ممتاز لحميد احداد. دائما رفعت الكره حميد احداد الزاويه، لعبت الكره في القائم الثاني الراسيه، فرصه الهدف، هدف اول لفائده فريق الوداد. امين فرحان يزرع الفرحه في صفوف وفي عند جماهير فريق الوداد. لاحظوا الفرحه الكبيره لجماهير فريق الوداد، تلعبت بشكل ممتاز الراسيه وامين فرحان في المكان المناسب. سفين فان دين بروك بدا يدون اولى اهداف هذا. خلينا نتابعوا، اعتقد انه الدقائق المتبقيه غتكون مفتوحه. ايوب العبلود، هشام بوسفيان، مراوغه امكانيات تقنيه بوسفيان، فرصه ممتازه من هشام بوسفيان، تسديده قويه مرت يعني بسنتيمترات على مرمى الحارس احمد. هذه فرصه لفريق الدفاع الحسني الجديدي. عبد الله فرح تسديده، تدخل ايوب العبلود، محاوله شكلت خطوره في الوقت للحكم. كره طويله داخل منطقه الجزاء، خروج حارس يوسف مطيع، فرصة الهدف تضيع على فريق الدفاع الحسني الجديدي. كان خروج ديال الحارس يوسف المطيع. جيل وصلان تبدا المحاولة لفائدة فريق الوداد، تسديدة، فرصة الهدف. كان يطلب الكرة مؤيد اللافي وحميد حداد أمام المرمى للبحث عن تسديد. وعطته الآن تجربة وعطته خبرة. موكوكو خاطئة والحكم كيمنح الخطأ. التمريره عند لاعب عبد الرحيم برقيل، فرصه حمزه الدرعي وتدخل يوسف مطيع. كنقول بان الحارس يوسف مطيع كان ذكي لانه مره اخرى حميد احداش دائما كيمر داخل منطقه الجزاء، ولكن هنا في الجهه اليمنى عبد الرحيم برقيل تدخل والقراءه في هذه الجوله الثانيه. لعبت الكره داخل منطقه الجزاء البحث عن الراسيه، فرصه المطالبه بلمسه يد والمطالبه بضرب الجزاء. الحكم كيطلب مواصله اللقاء. كره هشام تبزماني اذا كيطلب مواصله اللقاء. لعبت الكره دائريه، خروج الحارس يوسف مطيع، محاوله خطيره، البحث عن تسديده ولكن بعيده. الطيب بوخريس، تسديده ارضيه ولكن بعيده على فريق الوداد. مؤيد اللافي تدخل ديال
عبد الرحيم أبرقيل، والحكم يمنع خطأ لفائدة فريق الوداد، لفائدة فريق الدفاع الحسني الجديدي. تدخل وخطأ قد يكون الإنذار. إذا الإنذار ليحيى جبران. عبد الرحيم أبرقيل لعبت الكرة داخل منطقة الجزاء، فرصة رأسية لكن مشات فوق المرمى، كانت بواسطة إضافة لقبين بالنسبة للدوري الأبطال الأفريقي. هذه فرصة تدخل الحارس ممتاز يوسف مطيع اللي يتمكن من قطع الكرة في المكان المناسب في الوقت اللي الحكم كيعلن الخطأ. خطأ على مشارف مستطيل العمليات، ضغط الآن من فريق الدفاع الحسني الجديدي. تبعد المحاولة عبد الله فرح، عبد الله فرح تلعبات الكرة كتلمس لعبت الكرة دائرية الرأسي لعبد الله فرح، فرصة والهدف، هدف التعادل لفائدة فريق الدفاع الحسني الجديدي بواسطة حمزة الدرعي. حمزة الدرعي كيتمكن من وضع الكرة في الشباك، هدف التعادل. كذلك جاب الكرة الثابتة ومن الزاوية حمزة الدرعي يستغل، كنقول بأنه كان هناك انسباك على مستوى الدفاع ديال فريق الوداد، وحمزة الدرعي في الوقت اللي عبد الرحيم أبرقيل كوكو كتلعب الكره حميد حداد، فرصه الهدف تمريره ولكن ما كانش بشكل جيد، دائما فرصه تسديده ولكن بعيده. محاوله كان بامكان فريق الوداد انه يستغل على نحو جيد. حميد حداد كان خطا، كنقول بانه خطا فادح للمدافع بوكوكو اللي ارتكب مسانده. تمكن بو سفيان من المراوغه والكره، فرصه من فريق الوداد، رفعت كره، فرصه الهدف دائما خطوره. امين فرحان المراوغه ثم العرضيه هشام بو سفيان، الحكم بخمسه ديال الاهداف كتكون موجبه. فرصه خطا على مستوى الدفاع وتدخل بعد كره. الحكم كيعلن ضربه جزاء، الحكم يعلن عن ضربه جزاء، كان خطا على مستوى الدفاع ديال فريق الدفاع الحسني الجديدي. تدخل امام مؤيد اللافي يستعيد للتنفيذ. ايمن الحسوني والهدف الثاني لفائدة فريق الوداد الرياضي البيضاوي من نقطة جزاء أحمد مروان بيساق في الجهة اليمنى والكرة في الجهة اليسرى. فرحة كبيرة للاعبي وكذلك الطاقم التقني والجماهير فريق الوداد اللي كياخذ التقدم مرة أخرى في هذا اللقاء على بعد تقريبا 15 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي للمواجهة. أمامنا لاعب أيمن الحسوني الذي تبادل المحاولة في فريق الدفاع الحسني الجديدي من الجهة اليسرى. تبادل المحاولة، رفعت الكرة مرة أخرى داخل منطقة الجزاء، خروج حارس كان المطالبة بسوء تفاهم لحسن الحظ التدخل. خطأ لفائدة فريق الوداد وإنذار لعبد الرحيم أبرقيل. Bonjour et merci de nous retrouver, Darren Tullet et moi-même, Grégoire Margoton, pour le match d'aujourd'hui. Salut à vous Grégoire, salut à tout le monde, ravi de vous retrouver. C'est une rencontre qui à mon avis va être très intéressante. Alors, on ne peut pas dire qu'ils sont incapables de créer la surprise aujourd'hui, mais franchement c'est peu probable, il y a une trop grande différence de qualité entre les deux. Alors Darren, un pronostic d'avant-match? Oui, nous allons certainement assister à un match